تعالى اقول لك ازاي تاكل وتشرب في مطار القاهره هنا ببلاش. الفكره ما فيها ان في حاجه اسمها لاونج، ده موجود طبعا لو انت معاك نوع معين من الكروت. تقدر تخش هنا قبل الطياره بتاعتك بساعه او بساعتين، تيجي هنا وتقعد في اللاونج تشرب اللي انت عايزه او تاكل اي حاجه خفيفه لحد ميعاد الطياره بتاعتك ما تيجي. معاك لاب بتبدا تقعد تشتغل، وبتبدا في حمام لو انت محتاج ان انت تدخله. اي حاجه محتاجها هتلاقيها هنا. البوفيه بيكون فيه أكل خفيف، أكل شرقي زي الفول والبيض، هوت دوج وخضار سوتيه، بطاطس وفلافل، وقسم للمعجنات والكرواسون، ومختلف أنواع السلطات وماكينة المشروبات ديت، وعسل وفاكهة ومشروبات غازية كمان. حضر الطبق بتاعك واقعد استمتع بالفيو دوت على ميعاد طيارتك ما يجي، ولو معاك شغل هنا هتلاقي مكان مريح وممتع تكمل فيه شغلك. هنا كمان هتلاقي الشاشة ديت علشان تتابع حالة طيارتك. هنا كمان بنلاقي الحمام دوت. كمان اهم حاجه هتلاقيها في اللاونج هنا وانت موجود، وهو مكان تحط فيه الشاحن لو عايز تشحن اي اجهزه معاك، سواء لابتوب او موبايلات او كاميرات طبعا لو بتصور يعني. طبعا مش عايزين نفكركم ان انتوا لو محتاجين تتابعوا اي اخبار هتلاقوها على موقع اخبار مصر 24. ولو محتاج تتعلم اي كورسات مجانيه وتاخد عليها شهاده كمان هتلاقيها على موقع منصه معارف دوت كوم. وكمان اي كتب هتحتاج الفتره اللي جايه ان انت تشوف التقييمات بتاعتها وقريب جدا تقراها كمان هتلاقوها على موقع بوكبيديا دوت كوم. باذن الله استنوا التجربه الكامله لمصر للطيران، وهل فعلا تستاهل ولا خلاص راح عليها. كمان هنشوف اللاونج في مطار المدينه عامل ازاي، ومجموعه باذن الله من اقوى الحلقات في مكه والمدينه. واحده من افضل الخدمات هنا في الفندق. حاجه بسيطه تلاقي المكان اللي ورايا دوت. كمان علشان تحجز هنا مش بس بيكون عن طريق المحطه، جبل يحبونها ونحبها. العيش اليمني المشهور. ازاي ارضيات الحرم بتفضل بارده بالرغم من ان احنا في مكه اللي معروفه ان هو حر. ده شكل الساندوتش من جوه، المفترض ان هو بيكون من غير جبنه بس احنا جايبينه.